أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان بعد اجتماع مغلق في بيروت مع قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض. وذكر أمير عبد اللهيان قيادتي الجهاد الإسلامي وحماس بإعلان قائد الثورة والجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي ضرورة دعم الضفة الغربية، مؤكدا للقيادتين بأن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة. بدورها جددت القيادة الفلسطينية في اجتماعها مع أمير عبد اللهيان تمسكها بخيار المقاومة خيارا استراتيجيا للشعب الفلسطيني، وأكدت قيادة حماس والجهاد الإسلامي خلال اللقاء عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة. ويعد استشهاد الشاب قصي معطان صاحب 19 عاما قتلا على يد المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية الأحدث ضمن سلسلة قديمة وطويلة من جرائم المستوطنين الذين يفلتون من العقاب في كل مرة، فعلى نحو مماثل لقتل معطان في قرية برقة في 4 أغسطس 2023 والإفراج عن قاتله من قبل المحكمة الإسرائيلية. استشهد 38 فلسطينيا آخرين خلال السنوات 15 الماضية على يد مستوطنين مسلحين، وذلك وفقا لتحقيق صحيفة هارز الإسرائيلية بمساعدة منظمي حقوق الإنسان الإسرائيليتين بتسيم وجدين. إطلاق سراح العضو السابق في حزب القوة اليهودية إليشع يارد ووضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل، وهو أحد المتهمين بقتل معطان بدم بارد. على سبيل المثال كان هنالك الشاب علي حرب الذي طعن حتى الموت قبل عام على يد أحد سكان بؤرة نوفي نحماه الاستيطانية، وقتل حرب حين كان هو وأقاربه يحاولون طرد المستوطنين الذين كانوا يسعون لإنشاء بؤرة استيطانية على أرضهم، وقد أغلق التحقيق بعد شهرين رسميا. والحوادث متشابهة إذ يأتي المستوطنين إلى ضواحي أحد القرى الفلسطينية أو منطقة مفتوحة بين مستوطنة وقرية مجاورة، ثم تندلع مواجهة ويقتل فلسطينيون ويصاب آخرون، أو حتى يتم اعتقالهم بالعنف من قبل جيش الاحتلال. وفي كثير من الحالات يتم اعتماد رواية المستوطنين في أفعالهم بأنهم في حالة دفاع عن النفس، لكن لم يمثل أي إسرائيلي في أي من الحالات للمحاكمة، إذ تدعي الشرطة الإسرائيلية أنه من المستحيل تحديد هوية مطلق النار بسبب أوجه القصور في التحقيقات. ووفقا لمنظمتي بتسليم وإشدين، قتل المستوطنون الإسرائيليون ممن ليسوا حراس أمن قوات أمنية 38 فلسطينيا منذ عام 2008، وتستوفي 4 من عمليات القتل بوضوح توصيف الإرهاب اليهودي، وهي حادثة قتل أفراد أسرة الدوابش حرقا في عام 2015، وقتل عائشة الرابي صاحبة 47 عاما في عام 2018، والتي كانت تقود السيارة مع زوجها قرب نقطة تفتيش في الضفة الغربية حين ألقيت الحجارة على سياراتهم. وفتحت تلك القضية منذ يناير كان الثاني 2019، وقتل فلسطينيون آخرون بعدما ألقوا هم أو آخرون الحجارة على سيارات المستوطنين، كما تقول صحيفة هآرتس. في 21 من يونيو حزيران 2022 كان نحو 20 مراهقا وشخصا بالغا واحد من مستوطنة نوفي نحماه يتجولون خارج سور مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية، وكان هدفهم هو إنشاء بؤرة استيطانية هناك على أرض مسلوبة. كانت المنطقة قريبة للغاية من مقر الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية وأحد المداخل التي تحظى بحماية لمستوطنة أريئيل، وكانت المنطقة تعود للسكان من قرية إسكاك القريبة والذين وصلوا إلى المكان بعدما سمعوا بأن المستوطنين تجمعوا هناك، ولم يعتقل المشتبه به في عملية الطعن في يوم وقوع الحادثة، وقد ترك السكين في المكان وألقي القبض على المشتبه به في اليوم التالي حين قدم شكوى ضد الفلسطينيين الذين كانوا بالمكان، وادعى المشتبه به أنهم هاجموه مع أصدقائه، ثم قبض بعد ذلك على أولئك الفلسطينيين وجرى التحقيق معهم بتهمة الاعتداء. وقال مكتب المدعي العام إنه لا يمكن رفض ادعاء المشتبه به بأنه كان في حالة دفاع عن النفس. طعنت منظمة يجدين التي تمثل أسرة حرب على إغلاق القضية، وكانت أحدى الادعاءات الرئيسية للأسرة هي أنه بالرغم من خضوع جثة علي حرب لتشريح في أحد مستشفيات رام الله، فإن الشرطة لم تطلب رؤية التقرير، ولا يظهر التناقض بين رواية المشتبه به للأحداث ونتائج التقرير في ملف الشرطة. وقد شهد فلسطينيان بأن المستوطن حاول طعن أحدهما في وقت سابق، وشهد أحد المستوطنين بأن أحد أصدقائه قال إنه رأى المشتبه به يحاول طعن فلسطيني في ساقه، وحين سئل ذلك الصديق احتج بحقه في التزام الصمت.
علاوة على ذلك قالت منظمة إشدين إن الشرطة لم تدرس مقاطع الفيديو التي قدمت لها بشكل صحيح، وأن الشرطة لم تحاول الحصول على وثائق ملكية الأرض من الفلسطينيين، وافترضت منذ البداية أن الفلسطينيين قد انتهكوا حرمة الأرض التي هي لهم بالأساس، ولم تتلقى المنظمة ردا على طعنها. وردا على استفسار من صحيفة هارز الإسرائيلية، قال مكتب المدعي العام إن القضية لا تزال قيد النظر، كما أن الطعن لا يزال قيد النظر، وأن تقرير التشريح لم يقدم للمكتب إلا من خلال مرحلة الطعن بالرغم من محاولة المكتب الحصول عليها خلال التحقيق. وقال المكتب إن وثائق ملكية الأرض ليست ذات صلة، وأن إعادة تمثيل الواقعة اتفقت مع نتائج التحقيق. في فبراير شباط 2023 قال شهود عيان إن الشاب مثقال ريان 27 عاما من قرية قراوة بني حسان شمالية الضفة الغربية قد أردي قتيلا بالرصاص على يد مستوطن. قتل ريان على ضواحي قريتها على بعد 100 متر من موقع بناء كان المستوطنون قد وصلوا إليه وفقا لفلسطينيين تحدثت معهم صحيفة هارتز، ولم تحدث أي توقيفات في الحادثة. وقال مجلس السامرة الإقليمية الإسرائيلية في بيان إن متجولين من مستوطنة هافات يائير قد تعرضوا للهجوم من جانب الفلسطينيين. وقال الفلسطينيون إن الوضع في المنطقة تدهور بعدما أقام المستوطنون بؤرة استيطانية للرعاة قرب هافات يائير. ووفقا للفلسطينيين وصل المستوطنون ذلك اليوم إلى موقع البناء وبدأوا في إطلاق السباب ومهاجمة عمال البناء الذين طلبوا بعد ذلك المساعدة من سكان القرية. وقال الفلسطينيون أن الجانبين ألقيا الحجارة على بعضهما ما أدى إلى عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل ريان. قالت الشرطة إنه تم فتح تحقيق، لكن على حد علم صحيفة هارز لم يلقى القبض على أي مستوطن، ولم يتم توجيه أي اتهام لأحد، ولا تزال القضية مفتوحة. على الرغم من أن الشرطة مطالبة بالتحقيق في قضايا القتل حتى لو لم يتم تقديم شكوى، تميل الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى تجنب ذلك في حال كانت ضحية فلسطينية. أحد الأمثلة على ذلك مقتل إسماعيل الطوباسي في 21 من مايو أيار 2021، وهو من قرية الريحية جنوب غربي الخليل. فبعد شهر على مقتل الطوباسي تفيد تقارير بأن الشرطة لم تفتح تحقيقا. وعلى الرغم من الاستفسارات من جانب التلفزيون العام الإسرائيلي وموقع شيكا ميكوميت العبرية، لم تفتح الشرطة تحقيقا حتى أغسطس من ذلك العام.